الاستاذ ما تيغلطش، خوك الكبير ما تيغلطش، والوالدين ما تيغلطوش. هاد الحاجات هادو غير منطقيين بتاتا، وما عمرهم ما غادي يكونوا واقعيين، لان الانسان خطاء وبني ادم خطاؤون. الثقافه المغربيه المبنيه على اعطاء السلطه الالهيه لشي ناس فراه خاص يتعاد النظر فيها. كيفاش الاستاذ ما تيغلطش، كيفاش خوك الكبير ما تيغلطش، وكيفاش الوالدين ما تيغلطوش. هذه هي الثقافه اللي تربينا عليها. وانا واحد الوقت راه ملي كتشوف الاستاذ راه فعلا كيولي بان لك بحال واحد الرسول المحرم الذي تم تفضيله على العالمين. يعني كيبان لك بانه راه ما كيغلطش، وعاطين واحد القيمه اسطوريه لدرجه انه كان كيضرب الدراري وكيدير شي حوايج والانسان متقبلها عادي. لانه بعض المرات كتلقى الاب فهمتيني كيسمع الاستاذ ضربو كيقول لي راه انت اللي درتي علاش، بلا ما يحاول يمشي يسول على شنو طرا اصلا. ثاني حاجه، القرارات اللي كياخذوا هاد الناس اللي ذكرت بثلاجه ماشي ديما صحيحه، لانه بكل بساطه الغالبيه والغالبيه الساحقه حاليا فهمتيني ديك الاستماع غتلقى بان المشكل في حياتهم هو عباره عن قرارات خاطئه ما خداوهمش هما، تفورس عليهم على اساس دوك الناس اللي ديك دويت عليهم دابا راه عندهم ديك الحكمه، عندهم ديك الويزدم، عندهم ديك الخبره باش انه يقولوا لهم شنو يديروا في حياتهم. سواء بطريقه او باخرى حقوا فيهم النجاح اللي فشلوا فيه هما، وبالتالي كتلقى داك الدري ولا ديك البنت دير واحد البرونش ما باغيش يقراه، تفرض عليه واحد القرار ما باغيش هو، تحت ما يسمى فهمتيني الرضا. شكون غير رضيو الله اعلم ما علينا. واصلا الا مشيتي قلبتي دينيا فراه ما يمكنش لك طيح هاد الناس عبثيا هكا وتقول ما عرفتش مال حياتي. راه خصك تخدم عقلك فهمتي، راه الدين كيقول لك سير خدم عقلك. وإلا واحد الانسان بدا يفورسي لك بشي ايدي انت اصلا ما متقبلهاش وما مقتنعش بها وعارف غادي تديك الهلاك، من حقك انك ما ديرهاش. وما غادي يجي عندك لا سخط، ما غاديش تهز لا ذنوب لا والو، لانه حتى شي حاجه ما كتمشي عبثا في انك ترضي شي واحد وما ترضيش الله. يعني راه خصك تخدم عقلك في هاد اللعيبات. هاد الثقافه المزفته اللي كبر بها الاغلبيه ديال البنادم خلات هاد ثلاثه الناس اللي دويت عليهم دابا يخرجوا لك جيل معطوب. بكل بساطه بنادم ما قادرش على انه يعبر على الافكار ديالو بسبب داك العنف المطبق عليه من الصغر حتى للكبر، لان هاد الناس هادو بالنسبه لهم هما ما تيغلطوش. ضربك عذبك فهمتيني ما كيخلي ما يدير لك، هو اصلا عاطي راسو السلطه على انه يدير هاد الشيء. ثاني حاجه المجتمع ديما كيبقى يعتبرهم واحد القدوه ولو انهم يكونوا فاشلين، غير حيت هما كبار في العمر كيظنوا على انهم راه عندهم الخبره الكافيه في الحياه باش انهم يوجهوك. وفعلا كونوا هما ناجحين ما غاديش يطراو هاد المشاكل اصلا في المجتمع اللي كنشوفوا دابا، لانه الانسان كيولد وهو غير مؤهل، ما عندوش فلوس، بزاف التخربيق، غير داخل على الله وصافي. يعني ما كاينش واحد التخطيط، هذا هو المشكل. وهذا الشيء علاش دويت عليه انا راه كيأثر بشكل مباشر على النفسيه والعقليه ديال داك الدري ولا داك البنت. راه ما يمكنش واحد الانسان فهمتيني ما قادرش يعبر على راسو، عنده عقد، عنده واحد الخوف من المجتمع، عنده خوف من الاماكن العامه، غتقول لي راه ديك العقد تكريات غير هكاك. لا راه ما يمكنش. راه الدري الصغير باش كتشدو كضربو وكتغوت عليه وما كتوجهوش وكتبين لي بانه راه عندك واحد السلطه عليه عنفوانيه لدرجه انه كيولي خايف منك فهمتيني، ماشي غير يحترمك ويرد لك الاعتبار. راه انت كتصنع واحد الخنشه ديال العقد اللي من هنا لقدام كتقدر تفرقع وكطرا شي مشكل. داكشي علاش الناس اللي عشتي معاهم خذ من وقتك، فكر بعقلك، شوف واش كيفكروا بطريقه سليمه، واش القرارات اللي كيعطيوك صالحه لك ولا ليهم. لانه الدواء راه واخا تاخذو من الفارماسي راه يقدر يضرك يقدر ينفعك، وداك الدواء راسو ياخذ واحد اخر يقدر ينفعو يقدر يضرو. يعني راه نفس الدواء ولكن كيعطينا نتائج مختلفه على حساب كل جسم كيفاش كيفونكسيوني معاه. وهذا راه هو البلان. يعني دوك القرارات ممكن كانت نافعه لهم هما في واحد الوقت، مني شافوا راسهم ما طبقوهاش بغاو يطبقوها فيك انت. وهنا دابا راه كنشوفوا بلي راه كاين الانترنت، تقدر تسول، تقدر دير بزاف د اللعيبات باش انك تنقذ راسك. لانه فعلا ولينا واحد الوقت اللي السلطه وهي كثرات لدرجه انه بنادم ولا بغى يتحكم لك في حياتك والمسار ديال حياتك غير حيتاش كبر بواحد الثقافه ديال انه راه عنده الحق، في حين انه راه دينيا راه ما كايناش، واخلاقيا راه ما كايناش، ونفسيا ولا عقليا راه ما كايناش. الاولاد كنولدوهم باش يعيشوا حياتهم، باش هما يقرروا حياتهم. كنضربوا عليهم تماره وكنقول ليه سير عيش حياتك، ماشي كنولو كنقمعو وكنقرر ليه حياته وما نصرفش عليه، ما نوجهوش، ما نعطيهش فرص، وفي الاخر نتسنى منه يرد لي داكشي اللي انا ما عطيتهوش. سو بالنسبه لي كتجيني هذه الفكره عبيطه، لانه بكل بساطه كنعرف بزاف ماشي شويه ديال الناس خرجوا من ديورهم طراو ليهم مشاكل، حاولوا يمشيو عند البسيكياتر من بعد بسبب انهم عاشوا واحد الوضع في العائله ديالهم ما كانوش قادرين اصلا يدويو عليه. كون ما جات الفرصه ديال انه راه ولات الانترنت ولا بنادم كيهضر على الوعي ديال الايموشنز ولا بزاف د البلانات. داكشي علاش فاش يطلع لك هذا الفيديو هذا سواء اب سواء اخ سواء اي حاجه، حاول انك تاخذ منه العبره. لاني ما كندويش من الفراغ، انا ما كنحطش فيديو الا وسولت بزاف د الناس وكنجمع الغالبيه وكنفلتري وكنعرف شنو كنقول، وكنجي كنبريزونطي لك بواحد الطريقه زوينه اللي غتقبلها وما تكونش عنفوانيه. كان معك ضد جوكاست، نشوفك ان شاء الله فيديو جاي.